تعالى في الفيديو ده نشوف كل التحويلات الأساسية اللي عندنا في المنهج، ونشوف كل القوانين الأساسية في ورقة واحدة يعتبر، ونحل عليها كام سؤال من الأسئلة اللي ممكن تيجي في الامتحان. سريعا أنا مش هطول عليك في موضوع التحويلات، احنا هناخد بس الجزء من التحويلات اللي على قد منهجنا في الوقت الحالي، مش هنتعمق قوي عشان مش عايز أشتتك. بص يا سيدي، فكرة التحويلات دي بكل بساطة دي جاية إن أنا راجل كسلان. فكرة التحويلات دي جاية إن أنا راجل كسلان، بمعنى إن أنت لو شفت دلوقتي على اليوتيوب فجيت لقيت مثلا ان البيج الفلانيه فيها 10K، انت اوتوماتيك ترجمت ان هي فيها 10000، يعني بالنسبه لي الكي ده يعتبر ايه؟ يعتبر 1000. طب لو لقيت ان فيها 10M 10 مليون، انت ترجمت ان هي 10 وجنبيها قد ايه؟ جنبيها 1 2 3 4 5 6 6 0 1. فبالاختصار انا بعمل التحويلات دي عشان انا راجل كسول، انا راجل كسلان اكتب. بدل ما اكتب 6 صفار جنب ال 10 خلاص يا عم هكتب لك 10 وجنبيها ام. دي بكل بساطه دي فكره التحويلات ببساطه. اللي يخصنا يا سيدي عندنا في المنهج الكام تحويل الشهير. اي يونت عندي بحطها هنا، سي مثلا اليونت دي متر، سي مثلا اليونت دي جرام، سي مثلا اليونت دي فولت، سي مثلا اليونت دي امبير. اي يونت بيرسى عليها الموضوع ده، اي يونت عندي بيرسى عليها الموضوع ده. لو حطيت قبليها كي اللي هي كيلو معناها 1000 من اليونت دي، عشان كده كيلومتر معناها 1000 متر، كيلو جرام معناها 1000 جرام. فاهمان؟ يبقى انا عشان احول من كيلو لليونت اللي عندي، بعمل ايه؟ بعمل تايمز 1000. تايمز 1000 دي اللي هي 10 باور 3. بمعنى اصح بقول لك ال 1 كيلو فيه كام جرام؟ 1 كيلو جرام فيه كام جرام؟ بتقول لي ال 1 كيلو جرام تايمز 1000، يعني ال 1 كيلو جرام فيه 1000 جرام. طب 2 كيلو جرام تايمز 1000 برضه اللي هي ايه؟ اللي هي 10 باور 3. طب لو عايز ارجع بقى العكس، عكس التايمز ايه؟ عكس التايمز ديفايد ماثيماتيكلي، كاني بعمل تايمز 10 باور 3 هي ولكن الباور بالنيجاتيف. ده عشان ايه؟ عشان ارجع من اليونت لليونت الثانيه اللي هي اكبر، اروح من الصغير للكبير الباور بيبقى بالنيجاتيف، اروح من الكبير للصغير الباور بيبقى بالبوزيتيف. فور اكزامبل لو انا عندي 1000 متر عايز اعرف هم يبقوا ايكوالز لكام كيلومتر، بعملهم تايمز 10 باور نيجاتيف 3. ده ببساطه اللي عايزك تعرفه في الوقت الحالي. قبل الفيزيكس بقى، قبل ما بنبدا بقى في الفيزيكس بقى، بنمسك الحته دي بقى بالتفصيل ونعرف هي جايه منين، عشان تبقى حاجه بيلت ان في دماغك كده، يبقى موضوع التحويلات ده بالنسبه لك حاجه بيلت ان في دماغك. اللي يهمني تعرفه دلوقتي من اول الكيلو لحد الملي في الوقت الحالي، من الكيلو لحد الملي، من الكيلو لليونت اللي عندي، ومن اليونت اللي عندي للملي، وفي النص حاجه بنسميها سنتي، في النص حاجه علامتها سي بنسميها سنتي. سي هنتكلم نفس الرسمه دي، هنتكلم على المتر، فانا بيبقى عندي المتر كده، وبيبقى عندي كيلومتر، وعندي سنتيمتر، وعندي مليمتر. سنتيمتر اللي انا حاطته لك هنا في النص. من كيلومتر لمتر تايمز كام؟ صح، تايمز 10 باور 3. من متر لكيلومتر تايمز كام؟ 10 باور نيجاتيف 3. من متر لمليمتر تايمز كام؟ 10 باور 3 برضو. من متر خلي بالك هرجعهم تاني، من مليمتر لمتر هعملهم كام؟ تايمز 10 باور نيجاتيف 3. ده الاساس، ده الاساسي. من متر لسنتي متر تايمز 10 باور 2، وكذلك من سنتيمتر لمتر تايمز 10 باور نيجاتيف 2. مجمع كده ورقه وقلم واعمل دي ورايا كده، ورقه وقلم واعمل الحته دي ورايا. يبقى انا كده لميت لك الحاجات الاساسيه هنا في الثلاثه دول الثلاثه الاساسيين عندي. طيب فرضنا نيجي حاجه زي الدنستي اتفقنا ليها يونت، ساعات بنقول جرام بير سنتيمتر كيوب، وساعات بنقول الدنستي ايكوال كيلو جرام بير متر كيوب. احول ازاي من هنا لهنا، واحول ازاي من هنا لهنا؟ من جرام بير سنتيمتر كيوب على بعضها لكيلو جرام بير متر كيوب على بعضها بنعمل تايمز 10 باور 3. من جرام بير سنتيمتر كيوب لكيلو جرام بير متر كيوب بنعمل تايمز 10 باور 3 تايمز 1000. العكس هنعمل تايمز كام؟ تايمز 10 باور نيجاتيف 3. عايز تعرف جت منين؟ ممكن اوريك جت منين. لو انت مش انترستد دلوقتي خليك في دي بس، خليك تعرف التحويله دي بس دلوقتي، وهقول لك برده جت منين لو انت عندك فضول. لو انت ما فهمتش اللي انا هقوله ده مش مشكله دلوقتي، ده المهم، ده الاساس بالنسبه لي. من سنتيمتر لمتر كنت بعمل تايمز كام؟ ومن سنتيمتر سكوير لمتر سكوير هعمل تايمز كام؟ ومن سنتيمتر كيوب لمتر كيوب هعمل تايمز كام؟ من سنتيمتر لمتر كنت بعمل تايمز 10 باور نيجاتيف 2.
من سنتيمتر سكوير لمتر سكوير هتختلف، هتبقى تايمز 10 باور نيجاتيف 2 عادي كانها من سنتيمتر، ولكن عندي سكوير هنا، السكوير اللي هنا ده ينزل فوق هنا برضه، يبقى هعمل تايمز 10 باور نيجاتيف 2 اول باور 2، يعني كاني عملت تايمز 10 باور نيجاتيف 4. لو فهمت دي هتعرف تعمل اللي بعديها. من سنتيمتر كيوب لمتر كيوب بحولها ازاي؟ بقول من سنتيمتر لمتر تايمز 10 باور نيجاتيف 2 اول باور كام؟ اخد الباور اللي فوق ده انزله عليها فهتبقى اول باور 3. 10 باور نيجاتيف 2 اول باور 3 هي 10 باور نيجاتيف 6. يبقى انا عشان احول من سنتيمتر كيوب لمتر كيوب هعمل تايمز 10 باور نيجاتيف 6. طيب لو عايز احول بقى من جرام بير سنتيمتر كيوب لكيلو جرام بير سنتيمتر بير متر كيوب، او العكس، رايح كده او رايح كده، بعملها كالاتي. اليونت عندي ايه؟ مش اليونت عندي مثلا جرام بير يعني ديفايد سنتيمتر كيوب، عايز احولها لكيلو جرام بير متر كيوب. اللي بعمله فوق هو اللي بعمله تحت مع الاحتفاظ بالديفايد. ازاي؟ من جرام لكيلو جرام اولا هعمل الديفايد، شايف الديفايد اللي في النص ده؟ هعمل ديفايد. من جرام لكيلو جرام كنت بعمل تايمز كام؟ من جرام لكيلو جرام كنت بعمل تايمز 10 باور نيجاتيف 3. طب من سنتيمتر كيوب لمتر كيوب كنت بعمل تايمز كام؟ تايمز 10 باور نيجاتيف 6. يبقى عشان احول من جرام بير سنتيمتر كيوب لكيلو جرام بير سنتيمتر كيوب لازم اعمل تايمز ده كله على بعض. لو جيت اختصرها دي حته ماث برضو، لو جيت اختصر الحته دي نفس الرقم ده هيديني 1 اوفر 10 باور نيجاتيف 3 اللي هو ايكوالز 10 باور 3. يبقى عشان احول من جرام بير سنتيمتر كيوب لكيلو جرام بير متر كيوب بعمل تايمز 10 باور 3 اللي هي تايمز 1000. دي الوحيده اللي عكس الطبيعي المفروض، يعني انا كده رايح من الصغير للكبير، ولكن بعمل تايمز الباور بوزيتيف لان هو جاي نتيجه 2 باور نيجاتيف اتكنسلوا مع بعض. طب العكس، عايز ارجع من كيلو جرام بير متر كيوب لجرام بير سنتيمتر كيوب، بعمل ايه؟ بعمل تايمز 10 باور نيجاتيف 3. لو انت مش فاهم ده كله عشان ما تتلخبطش قبل الفيزيكس هنفرم الحته دي كويس قوي، ولكن اللي عايزك تعرفه دلوقتي ان انا عشان اروح من جرام بير سنتيمتر كيوب لكيلو جرام بير متر كيوب بعمل تايمز 10 باور 3، وعشان اروح من كيلو جرام بير متر كيوب لجرام بير سنتيمتر كيوب بعمل تايمز 10 باور نيجاتيف 3. ولما تجيلك مساله ليها دعوه بالدنسيتي، انا بستخدم كيلو جرام بير متر كيوب. محدش يعوض في المساله بجرام بير سنتيمتر كيوب، بستخدم كيلو جرام بير متر كيوب في المسائل، في حل المسائل. هحلها باي حاجه تانية غلط. لو هو مديني الجيفن بجرام بير سنتيمتر كيوب لازم احولها لكيلو جرام بير متر كيوب. ركز في دي. تعال اخدك بقى على الكام تحويله التانية اللي عندنا مهمين. تعال نبص يا سيدي على القوانين اللي عندي في المنهج وعلى اهم التحويلات اللي عندي في المنهج. بكل بساطه لو حاسس القوانين والمسائل عندك غريبه وخايف منها، يبقى في الاغلب انت مش عارف بتستخدم انهي يونت في القانون نفسه. فتعال نبص فكره القوانين. انا عشان اشتغل بقانون لازم اعوض في القانون ده بيونتس معينه. لو الجيفن جاي لي بيونتس غير اليونتس اللي عندي دي لازم احولها لليونتس دي. طب بلاش عشان ما توهكش. عندنا الدنسيتي اللي العلامه بتاعتها رو ايكوال ماس اوفر فوليوم. الدنسيتي اتفقنا لما بنيجي نعوض عليها وانا بعمل في القانون لازم تبقى بالكيلو جرام بير متر كيوب. الفوليوم لازم يبقى بالمتر كيوب. الماس لازم تبقى بالكيلو جرام. بص، كيلو جرام هنا وكيلو جرام هنا، متر كيوب هنا ومتر كيوب هنا. يبقى انا لو عايز اجيب الدنسيتي وعندي الجيفن بحاجه غير اليونتس دي لازم احولها لليونتس دي. ككيلو جرام ممكن يديهاني بالجرام، عشان اروح من جرام لكيلو جرام بعمل تايمز 10 باور نيجاتيف 3. الفوليوم ممكن ما يدهونيش متر كيوب، ممكن يدهوني سنتيمتر كيوب، عشان اروح من سنتيمتر كيوب لمتر كيوب بعمل تايمز 10 باور نيجاتيف 6. والدنسيتي كلها على بعضها قلت لك من شويه لو هي عندي بالجرام بير سنتيمتر كيوب عايز احولها لكيلو جرام بير متر كيوب بعمل تايمز 10 باور 3. بكل بساطه فكره المسائل لو هيجي لي مساله على قانون زي كده بكل بساطه عندي 3 فاريبلز هنا، عندي 3 رموز هنا، هلاقي 2 جيفن والتالت انا مش عارفه، هعمل كروس مالتيبليكيشن هيطلع. بكل بساطه اي واحد من دول لو انا مش عارفه هو شخصيا وعندي الاثنين التانيين جيفن هعرف اطلعه.
بكل بساطه الريلاتيف دينستي عندي هي الدينستي بتاعت الليكويد او السبستنس اللي انا بقيسها اوفر الدينستي بتاعت الووتر. الدينستي بتاعت الليكويد اوفر الدينستي بتاعت الووتر. الدينستي بتاعت الووتر بتبقى يا اما 1 جرام بير سنتيمتر كيوب يا اما بتبقى 1000 كيلو جرام بير متر كيوب. لو اليونت بتاعتها جرام بير سنتيمتر كيوب بتبقى كام؟ بتبقى 1. لو اليونت بتاعتها كيلو جرام بير متر كيوب بتبقى كام؟ بتبقى 1000. طب انا في الرولز بستخدم انهي دينستي بتاعت الووتر؟ وطبعا هنا بتكلم في البيور ووتر، وممكن يجي لك في مساله يقول لك سولت ووتر ولا حاجه هتلاقيه مديك الدينستي بتاعتها. في الرولز وانا بحل المسائل بستخدم الكيلو جرام بير متر كيوب، بستخدم الكيلو جرام بير متر كيوب، بستخدم الكيلو جرام بير متر كيوب. فلو انا بتكلم عن فريش ووتر هتبقى 1000 كيلو جرام بير متر كيوب. لو جه قال لي سولتي ووتر مثلا مدهاني جيفن، ولو جه قال لي سولتي ووتر ايكوال 1.3 جرام بير سنتيمتر كيوب مثلا، يعني هقول له لا انا ما بستخدمش جرام بير سنتيمتر كيوب، ده انا بستخدم كيلو جرام بير متر كيوب، واخد الرقم اللي هو 1.3 ده اعمله تايمز 10 باور 3 عشان ابقى شغال بالكيلو جرام بير متر كيوب. فاهمان؟ ورقه وقلم معايا واكتب الموضوع ده بايدك، انا يهمني حتى لو انا منزله لك ورق تكتبه بايدك. الفورس يا سيدي لازم تبقى فورس ايكوال ايه الاول؟ فورس ايكوال بريشر تايمز الاريا. الفورس ايكوال بريشر تايمز الاريا. الفورس لازم تبقى بالنيوتن، الاريا لازم تبقى بالمتر سكوير، البريشر لازم يبقى بالباسكال اللي هو ايكوالز الايه؟ نيوتن بير متر سكوير. يبقى البريشر لازم تبقى باسكال او نيوتن بير متر سكوير، الاثنين ايكوال لبعض اصلا. البريشر بتاع الليكويد بقى ايكوال ايه؟ رو جي اتش. رو دي اللي هي الدنستي، وبرده انا قلت لك بستخدم معاها لازم اليونت بتاعتها تبقى ايه؟ مظبوط. جي دي اللي هي الجرافيتي، ودي لو ما ادهالكش في المسائل بتعوض عنها ب 10. لو ما ادهالكش كجيفن بتعوض عنها بكام؟ ب 10. اتش ده الهايت، حاجه بقيسها بالمسطره، ولازم اليونت بتاعتها تبقى بالايه؟ بالمتر برضه. كان عندك في الفيزيكس القديمه ده اول درس اصلا في المنهج، وكنت بتفهم قوي يعني ايه اس اي يونتس والتحويلات، وتقعد تفصص بقى كل حاجه بالظبط. كنا بنقعد نفصص لك كل حاجه بالظبط، وكانت التحويلات دي بتكمل معاك لحد ما تخش كليه هندسه. ولكن دلوقتي خلينا على قد منهجنا عشان ما اشتتك، هدي لك الحاجات اللي على قد المنهج بتاعك بالظبط. البريشر از توتال بقى انسايد ا ليكويد بيبقى ايكوال للبي اي اللي ضغط على الليكويد، الاتموسفيريك بريشر اللي ضغط على الليكويد، بلس البي بتاع الليكويد نفسه اللي احنا بنجيبه من فوق. عشان كده كنا بنقول ايه؟ هي ايكوال بي اي بلس رو جي اتش بتاعه الليكويد. بي اي دي بتاعت ايه؟ بتاعت الاتموسفير. ودي اللي كانت بتختلف لو احنا بنتكلم عن ماونتن مثلا، تحت الماونتن ايكوال كام وفوق الماونتن ايكوال كام. percentage of humidity ايكوال ايه؟ الماس اوف ويت سويل ماينس الماس اوف دراي سويل. ليه؟ عشان اطلع الماس اوف ووتر. خلي بالك الهيوميديتي هنا اللي في السويل ملهاش دعوه بالهيوميديتي بتاعت الاير. ماس اوف ويت سويل ماينس ماس اوف دراي سويل، الاثنين دول ماينس بعض. عشان اجيب ايه؟ عشان اجيب الماس بتاعت الووتر. طيب عشان ما نتلخبطش، عشان انا اتلخبطت في دي قبل كده، باخد الماس بتاع الووتر اللي هيطلع لي هنا الكلام ده كله اوفر ايه؟ اوفر الماس بتاعت الدراي سويل. اوفر الماس بتاعت ايه؟ بتاعت الدراي سويل. اوفر الماس بتاعت الدراي سويل كله تايمز 100 عشان يجيب لي البرسنتج. طبعا انا طالما بتكلم عن ماسات خلاص انت عرفت اوتوماتيك انا بعوض بالماس بانهي شكل؟ بشكل الكيلو جرام. يعني انا لو جاي لي بالجرامات هحولها لكيلو جرام. هقول لك حاجه دلوقتي، سامحني انا يعني انا مستفز، عايز اشرح لك، بس انا يعني عايز اشرح لك باستفاضه الحتت دي، بس انا يعني المنهج بتاعك ما فيهوش الكلام ده يعني. فانا هقول لك حاجه صغيره هنا، لو ما فهمتهاش مش مشكله، وانا كانك سمعت مني حاجه ولا كانك سمعت مني حاجه. ده شكل ريشيو. لو عندي اللي فوق بالجرام واللي تحت بالجرام مش هيحصل حاجه طالما فوق وتحت نفس اليونت، لان انا في الاخر عندي ايه؟ عندي ريشيو. خلي بالك في الاخر ده عندي ريشيو بضربه تايمز 100. لكن الديفولت بتاعنا اي حاجه بشتغل بيها لازم تبقى بالكيلو جرام، كماس لازم تبقى بالكيلو جرام. رول تاني برضو خليك عارفه، كنت بقول كل لما بطلع لفوق 176 متر، هو مش رول قوي يعني، كل لما اطلع لفوق 176 متر كانت التمبريتشر درجه الحراره بتقل معايا 1 ديجري، يا اما سيلسيوس يا اما كلفن، الاثنين واحد مش فارقه معايا. سيلسيوس او كلفن الاثنين واحد مش فارقه معايا. ليه الاثنين واحد مش فارقه معايا؟ لان هي لو كانت 100 سيلسيوس هتبقى 90 سيلسيوس بعد كام؟ بعد 176 متر. طب لو هي كانت 373 كلفن هتقل برضو نفس الدرجه، هتبقى 372.
بس بكل بساطه، عشان ممكن يلخبطك فيها بسؤال برضه يقول لك هي بتقل 1 ديجري سيلسيوس ولا كلفن. الغريبه اللي ما ينفعش اقول عليها الفahrenheit، اليونت الفزلوكيه بتاعتي، الغريبه اللي ما ينفعش اقول عليها الفahrenheit، وانا شرحت لك قبل كده ليه. تعال نبص على حاجه كمان، نبص على الرولز بتاعه التحويل بتاعه التمبريتشر. سيلسيوس تو كلفن بعمل بلس 273، كلفن تو سيلسيوس بعمل ماينس 273، سيلسيوس تو فahrenheit بعمل تايمز 9 اوفر 5 بلس 32، واهتم بالبراكتس عشان ما نتلخبطش. قلت لك اليونت دي متفزلكه لوحدها، هي يونت فزلوكيه لوحدها، ما تفزلكش انا عليها. اهتم بالبراكتس، تايمز 9 اوفر 5 الاول اللي هيطلع لي بلس 32 عشان اروح من السيلسيوس للفahrenheit. عشان ارجع من الفahrenheit للسيلسيوس بعمل الاول الرقم اللي عندي ماينس 32، وبعد كده بعمل تايمز 5 اوفر 9 الشقلوب بتاع اللي فوق. نركز عشان ما نتلخفنش ونشقلبهم مع بعض. بالنسبه يا سيدي للاتموسفيريك بريشر بقى، ودي التحويلات، ده الجزء اللي فيه التحويلات الرهيب بالنسبه لي، اللي كل الناس خايفه منه وتتلخبط منه. هو الموضوع بسيط جدا. لما يجي يقول لي اتموسفيريك بريشر ويقول لي الاتموسفيريك بريشر هنا ايكوال 1، لازم ابقى عارف ان انا ما بشتغلش بال1 ده، ما بشتغلش بالاتموسفيريك بريشر، ما بشتغلش باليونت اللي هي اتموسفيريك بريشر. اليونت اللي هي اتموسفيريك بريشر دي بيقول لك انا الاتموسفيريك بريشر الستاندرد عندي في الطبيعي اللي هو ات نورمال اتموسفيريك بريشر، ده بيبقى عند السي ليفل وعند درجه حراره 0 سيلسيوس، مش مشكلتنا دلوقتي. بس انا بعتبر ان الستاندرد اتموسفيريك بريشر ده ايكوال 1 ATM. فباجي اقول لك يا سيدي لو انت عايز مثلا، لو انا رايح الراجل بتاع الكاوتش والراجل بتاع الكاوتش عنده المكنه شغاله بالاي تي ام مثلا، هي مكنه الكاوتش مش شغاله كده، المكنه الكمبريسور اللي بينفخ الكاوتش مش شغال بالاي تي ام، بس بتخيل معايا، تخيل معايا. فبروح اقول للراجل ايه؟ بروح اقول للراجل ده انا عايز البريشر جوه الكاوتش يبقى 2 تايمز البريشر بتاع الاتموسفير، مثلا ضعف البريشر بتاع الاتموسفير. يعني بقول له اعمله لي 2 اي تي ام، او اقول له اعمله لي 10 تايمز البريشر بتاع الاتموسفير، يعني اقول له اعمله لي 10 اي تي ام. فاصبح الاي تي ام دي اللي هي الاتموسفيريك بريشر العادي النورمال بتاعي الستاندرد بتاعي، يونت في حد ذات نفسها. بستخدمها في المسائل؟ لا، ما بستخدمهاش في المسائل. بستخدم انهي في المسائل؟ نيوتن بير متر سكوير، ما بين قوسين اللي انا ساعات بسميها ايه؟ باسكال. نيوتن بير متر سكوير، دي سكوير اللي هي بنسميها ايه برضو؟ باسكال. يعني لو لقيت اليونت بتاعتي كبريشر نيوتن بير متر سكوير اعوض بيه في المساله عادي، لو لقيت البريشر بي اي اللي هو باسكال اعوض بيه في المساله عادي. وبالتالي لما احل المساله فرضا ان المساله دي الانون فيها البريشر في الاخر، فرضا ان المساله دي الانون فيها في البريشر هو البريشر في الاخر، البريشر اللي هيطلع لي في الاخر هيبقى بانهي يونت؟ هيبقى نيوتن بير متر سكوير او باسكال. ساعات يجي في المسائل يديك اللي ايه؟ ساعات يجي في المسائل اللي يديك التشويسز مش نيوتن بير متر سكوير ولا باسكال، يديها لك اي تي ام مثلا، يبقى انا لازم بعد ما اوصل للحل بتاعي ارجعها تاني للاي تي ام. ال1 اي تي ام بيبقى ايكوالز الايه بقى؟ ايكوالز 1.013 تايمز 10 باور 5 نيوتن بير متر سكوير. ساعات باكل ال 13 دي، بص باكل ال 13 عشان تبقى عارف رقم صغير بالنسبه لي فانا باكله، وبقول من اي تي ام لنيوتن بير متر سكوير اللي هي ايه؟ اللي هي باسكال. بعمل ايه؟ بعمل تايمز 10 باور 5 عشان اروح من اي تي ام لنيوتن بير متر سكوير، بعمل تايمز 10 باور 5. طب عشان ارجع هي ولكن الباور بالنيجاتيف، تايمز 10 باور نيجاتيف 5 عشان ارجع من نيوتن بير متر سكوير او من باسكال لاتموسفيريك بريشر او 1 اي تي ام. طبعا هو لو جه في المساله واداها لك وقال لك ان 1 اي تي ام ايكوال الرقم ده 1.013 تايمز 10 باور 5، تستخدم الرقم ده. كده كده الانسر هيطلع فرق حاجه بسيطه ما بين ده ما بين ده. ما ادهالكش في المساله، استخدم 10 باور 5 على طول. يبقى انا ممكن اقيس البريشر ان جنرال يا اما بالاي تي ام يا اما بالنيوتن بير متر سكوير اللي هي باسكال. واحده واحده، انا مش عايز الخفنك، واحده واحده. حتى الان انا خدت كام يونت للبريشر؟ اي تي ام يا اما نيوتن بير متر سكوير يا اما باسكال. اسمح لي ازود لك يونت كمان، الملي بار. الملي بار دي ممكن اقيس بيها ايه برضو؟ ممكن اقيس بيها البريشر از ا توتال. هفهمك دلوقتي نروح لها ازاي ونرجع منها ازاي. لكن اللي عايز افهمه لك بقى، عندي 3 يونتس تاني بستخدمهم عشان اقيس الاتموسفيريك بريشر بس. الاتموسفيريك بريشر بس، لان لازم يكون في الموضوع فيه بارومتر. لازم يكون في الموضوع فيه بارومتر. المليمتر ميركوري والسنتيمتر ميركوري والمتر ميركوري. هعرفك الاول بتحرك ما بينهم ازاي، وبعد كده هقول لك نروح لهم ازاي. بتحرك ما بينهم ازاي؟ زي اي مليمتر وسنتيمتر ومتر، لسه قايلها لك من شويه في البي دي اف الثاني. متر، سنتيمتر،
مليمتر. من متر لسنتيمتر بعمل تايمز 10 باور 2. من سنتيمتر لمليمتر تايمز 10 اللي هي كانها باور 1 يعني. العكس بقى من سنتيمتر لمليمتر، سوري من مليمتر لسنتيمتر بعمل تايمز 10 باور نيجاتيف 1، ما دي كانها باور 1، العكس بتاعها باور نيجاتيف 1. من سنتيمتر لمتر بعمل تايمز 10 باور نيجاتيف 2. ده المتر والسنتيمتر والمليمتر العادي خالص، هو بيمشي معايا في الثلاثه يونتس دول، مليمتر ميركوري، سنتيمتر ميركوري، متر ميركوري. وعندك اكزامبل اهو جنبيها، يبقى انا كده هعرف اتحرك عادي من المليمتر ميركوري للسنتيمتر ميركوري للمتر ميركوري وهكذا. طيب عشان تضمن كل التحويلات لازم تبقى عارف ان دي الستاندرد اتموسفيريك بريشر او النورمال اتموسفيريك بريشر، اللي هي دول كلهم اللي هم ايه؟ ATM بيبقى ايكوالز 101300 نيوتن بير متر سكوير، هو الرقم اللي فوق على فكره. برضو ATM ايكوالز ايه؟ 1013 ملي بار. برضو ال1 اتموسفيريك بريشر العادي اللي بيبقى ات سي ليفل ايكوالز ايه؟ ايكوال 760 ملم ميركوري او 76 سنتيمتر ميركوري او 0.76 متر ميركوري. طب عشان احول اي حاجه من دول لاي حاجه من دول، بص الجولدن رول على طول اهو، عشان احول اي حاجه من دول لاي حاجه من دول احط الاول الاثنين اللي انا عارفهم. بمعنى لو جه قال لك عايز احول من ملي بار لمليمتر ميركوري مثلا، لو جه قال لك عايز احول من ملي بار لمليمتر ميركوري، هرجع بقى للجدول ده في دماغي. الملي بار اصلا كان بيبقى ايكوال كام كاتموسفير؟ 1013، هحطها هنا 1013. طيب المليمتر ميركوري ايكوال كام؟ 760. لو جه هو قال لك بقى، بيجي لك في السؤال بقى بيقول لك عايز احول من مليمتر ميركوري سي مثلا 250 مليمتر ميركوري لملي بار، هعمل ايه؟ هحط الاول اللي انا حافظهم فوق، هحط الاول اللي انا حافظهم فوق، وبعدين هقول له ده اللي هو عايز يحوله تايمز ده، واللي هيطلع ديفايد ده. يعني حاجه زي هنا كده 250 تايمز الدياجونال اللي قصادها 1013 اوفر التاني بقى اللي هو لوحده ده مفيش قدامه حاجه 760. كده انا جبت له اللي هو عايزه، كده انا حولت، كده انا جبت له هنا الاكس. طب تعالى اكزامبل تاني، لو عايز يحول بقى من 250 ملي ميركوري الى نيوتن بير متر سكوير، انا كنت عارف ان 760 ملي ميركوري ايكوال 101300 نيوتن بير متر سكوير. هحط اللي انا عارفه الاول، هحط الاثنين اللي انا عارفهم الاول، اللي انا حافظهم الاول، وبعد كده اقول له اجيبها ازاي بقى. انت عايز تحول من 250 ملي ميركوري الى نيوتن بير متر سكوير، بسيطه يا عم، ده تايمز ده ديفايد ده، 250 تايمز 101300 اللي هي نيوتن بير متر سكوير اوفر كام؟ اوفر 760 بكل بساطه. طب بلاش تاني اكزامبل كمان، عايز احول 250 ملي ميركوري دي بقى لفين؟ سوري دي اعتبرها مش ملي ميركوري، دي اعتبرها سنتيمتر، دي سوري دي مكتوبه غلط، سنتيمتر ميركوري. عايز احول 200 او سي 25 سنتيمتر ميركوري الى نيوتن بير متر سكوير. السنتيمتر ميركوري كنت انا عارفه من فوق ان هو ايكوال كام؟ 76، حافظها، قصاده نفس ال 76 بتوع سنتيمتر ميركوري دول ايكوال 101300 نيوتن بير متر سكوير، هم دول ايكوال لبعض، يعني ده ايكوال لده. عشان احول بقى من سنتيمتر ميركوري الى نيوتن بير متر سكوير هعمل ده تايمز ده ديفايد ده، 25 تايمز ديفايد 76. كده انا حولت من ملي ميركوري لنيوتن بير متر سكوير. كمان اكزامبل برضو دي مكتوبه غلط، اعتبر الرقم ده 0.25 متر ميركوري، 0.25 متر ميركوري انا عايز احولها لنيوتن بير متر سكوير. هقول له ده تايمز ده ديفايد ده. في الاول هجيب، انا عارف ان المتر ميركوري 0.76 من المتر ميركوري ايكوال قد ايه من النيوتن بير متر سكوير اللي هو عايزها؟ ايكوال 101300 من النيوتن بير متر سكوير اللي هو عايزها. عشان كده هقول ده تايمز ده ديفايد ده، 0.25 تايمز 101300 اوفر 0.76. ده باختصار شديد كل التحويلات وكل القوانين اللي عندنا في المنهج. مش عايز ادوشك، كان نفسي ابقى بشرح لك دلوقتي فيزيكس عشان اعلمك تحويلات بقى صح بتفصيلاتها، يعني بكل حاجه، ولكن مؤقتا انا هخليك تعرف بس الحاجات الاساسيه اللي انت محتاجها عشان تقفل جزء بتاع المسائل بتاع الامتحان فقط لا غير. البي دي افات بتاع التحويلات هتلاقيه منزلها لك برده على الجروبات، هتلاقيها يا اما على جروبات التليجرام يا اما جروبات الواتساب. وخلي بالك لما انت تدخل على جروب الواتساب الحاجات القديمه اللي انت قبل ما تجيلك، يعني قبل ما انت تدخل، الحاجات اللي قبل ما انت تدخل مش بتظهر لك، فلو كده ابعت مسج للادمنز عشان يبعتوا لك الحاجات القديمه.